بيبدأ فيلمنا في مركز الشرطة لما التليفون بيفضل يرن كتير لحد ما في الآخر بيجي الشرطي وبيرد، فبيتخانق مع الضابط وبيسأله مين موجود عنده. فلما بيقول له على اللي هناك بيطلب منه ياخدهم ويروحوا بسرعة كلهم عند النهر، علشان وصلت له أخبار إن كمان شوية هيكون في تجمع هناك. وفعلا كلامه بيكون صح، وفي عدد كبير من أهل القرية بيروحوا هناك. بس فجأة بيجي مكالمة لواحد فيهم، فبعدها بثواني بيختفوا بسرعة. بس في نفس الوقت الشرطة بتوصل وبينزل الضابط بتاعهم اللي بيكون اسمه بلاراج، فبيتضايق جدا لما ما بيلاقيش حد، وبينادي عليهم وبيطلب منهم انهم يسمعوا كلامهم ويسلموا نفسهم، علشان لو عملوا كده هيخففوا مدة سجنهم، لكن لو فضلوا مستخبيين هيزودوا لهم العقاب، لا وكمان هيدمروا لهم كل حاجتهم. فلما بيلاحظ انهم مش هيظهروا بيروح يكسر لهم عربياتهم. لكن فجأة بيظهر شاب قوي جدا اسمه مهنا بيوقفه عند حد وبيضربه، ومش بس كده، لا بيضرب اي راجل من رجالته بيحاول انه يهاجمه، ومحدش فيهم بيقدر يعمل له حاجه لحد ما بيخلص عليهم كلهم. وبعدها بيكونوا اتنقلوا المستشفى، فبيروح لهم القائد بتاعهم عشان يطمن عليهم، فبيسأل الدكتور عن حالتهم، فبيعرفوا ان في منهم اللي مكسور وفي اللي متعور في دماغه، ده غير اللي عنده كسر في العمود الفقري، وان كل دول لازم يقعدوا على الاقل شهرين لحد ما يرجعوا الشغل تاني. فبيطلب منه يجيب لهم احسن دكاتره يعالجوهم. وبعد ما بيخلص كلام معاه بيطمنهم انه هيقف جنبهم وانه واثق انهم قد المسؤوليه، عشان كده بعد ما هيخرجوا هيدافعوا بكل قوتهم ضد اعدائهم. وبعدها بيمشي، بس بيأكد على بلاراج انه ما يعرفش اي حاجه للاعلام. بس اول ما بيطلع بيلاقي مذيعين كتير في وشه وبيسالوه عن اللي حصل لجنوده، فبيكذب عليهم وبيعرفهم انهم عملوا حادثه بسيطه بس بسبب المطر، فبيبقوا عارفين انه بيكذب، وبيسالوه بينكر ليه، خصوصا انهم في خطر ولازم يتكلم بصراحه بدل ما يفضل يطبل للناس الاعلى منه. فبيتحرق دمه وبيهدده انه لو مسكتش هيعمل فيه محضر، وبيسيبه وبيمشي، بس بيفضل يتكلم عليه. وبعدها بيسمع القائد بتاعه الاخبار وبيزعق له انه عامل الصحفيين بالاسلوب الوحش ده، خصوصا انهم مهمين في المجتمع لانهم من غيرهم هتنتشر الجرائم اكتر ومحدش يعرف عنها حاجه. فبيفهم انه بس يتضايق على جنوده واللي حصل لهم، ووقتها بيساله مين اللي قدر يعمل كل ده، فبيطلع له صورته وبيعرفوا ان الشاب بيبعت اهل قريته يشتغلوا وبيقبضهم من فلوسه الشخصيه، وانه باباه ومامته ميتين ومفيش حد يخاف عليه غير بنت اسمها مانجي، ودي بتكون بنت جميله جدا بيحبها ماهونا، وبرضه اهلها ميتين بس عايشه مع جدتها ورئيس المجلس مشغلها مدرسه. وبعدها بياخدها ماهونا وبيروحوا يقعدوا مع بعض، فبيتفاجئوا باكل عاملاه وبتساله هيتقدم لها امتى، لان جدتها عاوزه توفى على العرسان اللي بيتقدموا لها، فبيبقى عاوز انهم يقضوا وقت اكتر قبل ما يشيلوا مسؤوليه الجواز، وبيطمنها انه هيحاول يظبط كل اموره في اقرب فرصه وهيتقدم لها. فبتتبسط جدا بس بتكون اتاخرت فبتقوم علشان يمشوا. اما عند مركز الشرطه فبيروح واحد بعربيته اسمه بابانا، بنعرف انه كان زعيم اهل القريه في الشغل، بس كان بيلم الزباله وبيدور فعلا على حاجه غاليه ويبيعها، وانه بسبب كده بقى راجل غني جدا. وعلشان يضمن ان حالته الماديه تفضل كده على طول قرر انه يشتغل في السياسه، وفعلا اتعين رئيس المجلس وبقى ليه واسطته الكل بيخاف منه. فبيدخل المركز والشرطي اول ما بيشوفه بيرحب بيه وهو عامل له مليون حساب. فبيفضل بابانا يهزر معاه شويه لحد ما بيساله عن السواق بتاعه اللي بيكون مسجون عندهم عشان عاوز يدخل له، فبيعرفوا مكانه وبيروح له الزنزانه بتاعته، وهناك بيطمن عليه اكل ولا لا، خصوصا انه كان شارب، فبيفضل يتريق عليه لحد ما فجاه فبيتصدم الكل وبيحاولوا انهم يبعدوه عنه بس ما بيعرفوش، وساعتها بيكون فبيعرفوا من اهم حاجه السواق يكون عنده ولاء للي شغال عنده، وانه ما عملش كده فكان يستاهل اللي حصل له. وبيطلب من الشرطي انه يعمل محضر بموته، وهو بيمليه الكلام وبيخليه يكتب وراه، فبيكتب انه كان سائل جرار وداس طفل بالغلط، فاهل القريه اتضايقوا من اللي عمله ونزلوا في ضرب لحد ما مات. وبعدها بيقوم عشان يمشي فبيروح الشرطي وراه وهو خايف انه ينضر في شغله عشان ما فيش دليل انه مات بسبب اهل القريه، فبكل برود بيديله فلوس علشان يسكتوا بيها ويمشي. وتاني يوم بيكون حفله عيد ميلاده، فبيروح لمهنا وهو واخد معاه سيف صنعه له عشان يقطع بيه التورته، فبيرحب بيه بابانا اول ما بيشوفه وبيبان عليه انه بيحبه جدا، فبيقطع التورته وبيتصور معاه وهو مبسوط. فبيفضل باراشورام يحكي للقائد بتاعه عن اهل القريه وانهم بيحبوا النهر بتاعهم جدا، عشان كده كل بيوتهم موجوده جنبه وكل شغلهم هناك. وبنرجع بالزمن لورا ايام ما كان بابانا لسه حالته على قده، وقتها مهنا ما كانش معاه فلوس يقبض الناس، بس كان بيطلعهم شغل لحد ما بيبقى معاه اي حاجه، فكان بيحسد بابانا انه ما بيتعبش في شغله وبيجيله فلوس كتير. وساعتها وهم بيتكلموا بيجي واحد وبيطلب من مهنا انه يخلي ستات من اللي شغالين عنده يروحوا يعيطوا كده وكده يعني عند واحد لسه ميت عشان عيالهم مسافرين بره وما لهوش حد مقابل كده هيديه فلوس. فوقتها بتبقى مانجي رايحه هي واصحابها المدرسه، فبيروح لها مهنا بسرعه وبيبقى عاوز يعزمها هي واصحابها على اكل او يخليهم يسمعوا فيلم مقابل انهم يمثلوا انهم قرايب الراجل اللي لسه ميت، بس مانجي ما بيتوافقش، فبيعرفها انه هيديها هي واصحابها فلوس كويسه.
لكنها برضه بترفض وبتخلي اصحابها يسمعوا كلامها وبيمشوا. فبيروح مهنا للراجل وبيبقى لسه هيرفض الشغل، بس فجأة بيلاقيها رجعت هي واصحابها عشان وافقت تشتغل معاه. وفعلا بيروحوا هناك وبيمثلوا انهم بيعيطوا كانهم من اهله بالظبط. وبيبقى مهنا مبهور من اللي بتعمله، وبعد ما بيخلصوا بياخدهم ياكلهم ويسمعهم الفيلم، بس بيكون كل تركيزه معاها. ومن هنا بيبدا حبه ليها، فبيفضلوا يخرجوا مع بعض كتير وبيقربوا من بعض اكتر، وبكده علاقتهم بتتطور جدا. لكن في نفس الوقت بيتعرض كل اهل القريه للمجاعه، فبيضطروا انهم يبيعوا معظم الحاجات اللي عندهم. بس بعدها بفتره بيقرروا انهم يتجمعوا عند بيت واحد اسمه كمارا، وده لانهم كانوا عليهم ليه ديون، بس حتى بعد ما سددوها فهو برضه بيطالبهم بفلوس تاني، ولا كانه اخد منهم اي حاجه. فبيتضايقوا جدا وكل واحد فيهم بيتكلم لحد ما بيجيبوا اخرهم منه، وبيتهجم واحد منهم عليهم، بس في ثانيه بيضربوا جامد هو وكل واحد منهم بيحاول بس انه يقرب له. وفي الاخر بيهددهم انهم لو ما رجعلهوش الفلوس اللي عليهم هيعرض ارضهم للبيع وياخد فلوسه. وبالليل مانجي بتقابل مهنا وبتحكي له اللي حصل وهي زعلانه، لان كل ده بسبب باباها اللي زمان عرض الارض على كومار للبيع مقابل انه يديه فلوس كل فتره لحد ما مات. وكومارا فضل يطلب منهم فلوسه، فكانوا بيشتغلوا على قد ما يقدروا عشان يسددوا اللي عليهم لحد ما دفعوا له المبلغ كامل. بس دلوقتي ما بقاش قدامهم غير مهله اسبوع عشان يدفعوا له الفلوس والا هيبيع ارضهم. فبتبقى زعلانه جدا ومش عارفه تعمل ايه، فبيطمنها مهنا انهم هيقدروا يجمعوا المبلغ ومش هياخد ارضهم منهم ولا حاجه. وتاني يوم بيكونوا راكبين كلهم الباص ورايحين الشغل، فوقتها بتتاسف لها مامتها عشان خلتها تسيب التعليم وتشتغل، وبتعرفها ان كده كده ما كانش هيبقى ليه لازمه تعليمها لانهم برضه مش عارفين يرجعوا ارضهم، فما بتبقاش زعلانه منها. ففجاه الباص بيطلع على الطريق وبيقع من فوق الجبل، فبيتحولوا كلهم للمستشفى، وهناك بيروح لهم مهنا وهو مرعوب عليها، بس بيطمن لما بيلاقيها كويسه. لكن بتكون مامتها وكل اهلها ماتوا، فبتنهار مانجي من العياط وما بتبقاش مستوعبه اللي حصل. بس في الوقت ده مهنا بيقف جنبها، وبعدها بيتجمع اللي باقيين من اهل القريه وما بيكونوش عاوزين يشتغلوا عند كومارا تاني، وما عندهمش مشكله يقتلهم. بس بابانا بيزعق لهم عشان بيستسلموا بدل ما يدافعوا عن ارضهم، وبيكون عنده خطه حلوه ليهم وهي انهم يستغلوا القريه بطريقه تجيب لهم فلوس. فبيعرض عليهم انهم ياخدوا الرمل اللي في البحر ويبيعوه، فبيوافقوا، ومن وقتها بيبدا شغل وهم متحمسين. فبيبيعوا رمل كتير والفلوس اللي بيكسبوها بتزيد، فبيعيشوا حياه كلها فرح بالرغم من ان الشرطه بتفضل تطاردهم لكنهم بيتجاهلوهم. وفي يوم بيبقى بابانا قاعد بيشتغل، فبيسمع في الاخبار ان وزير الزراعه مات، وبيتحايلوا على مراته اللي بيكون اسمها مالين انها تتعين بدله. فبياخد شنطه مليانه فلوس وبيروح لها عشان يقابلها، بس ما بيرضاش الامن يدخله. فبيفضل كل يوم يروح ويشاور لها وهي ماشيه بالعربيه لحد ما بيجي يوم وبتطلب من السواق يشوف عايز ايه، فبيطلب يقابلها. فلما بيقعد معاه بيمثل انه زعلان على موت جوزها وانه كان ليه علاقه بيه وبيديها الفلوس صدقه عن روحه. وبنعرف انه كان بيكسب كل الفلوس دي من النصب بتاعه على الناس، وانه لما الاتوبيس عمل حادثه بقى للقريه صاحبه ما كانش معاه رخصه فطلب منه فلوس كتير عشان ما يقولش لحد. وبعدها فتح مركز الشرطه اللي في القريه ودعا مالينا علشان يبين لها انه بيعمل خدمات للقريه وبكده بيكون ليه مكان عندها. وفي يوم بالليل بيبقى مهنا معدي بعربيته، فبيدي رشوه للشرطي بس بيخاف وبيطلب انه يروح لبلاراج ويشوف هيتعامل معاه ازاي. بيبقى عاوز يرشيه هو كمان بس بيعامله بطريقه وحشه وبيضربه، فبيتعصب مهنا عليه وبينزل فيه ضرب هو ورجالته. في تاني يوم بيروح ناس من المركز للقريه وبيعرفوهم ان ممنوع ياخدوا رمل من النهارده، فبيتخانقوا معاهم بس برضه بيعملوا اللي في دماغهم وبيحطوا لوحه فيها تحذير عند النهر. وفي نفس الوقت بيتعمل مؤتمر عشان يجددوا الانتخابات، فما بترضاش مالين تترشح وبتطلب منهم انها تجيب واحد بدلهم. فبعد نقاشات كتيره بيوافقوا، وبعدها بتقابل بابانا وبتديله ورق ترشيحه، فبيعمل نفسه متفاجئ وانه مش موافق، لكنه في الاخر بيوافق هو طاير من الفرحه. بس بيطلب منها انها تساعده في انها تخرج مهنا من السجن عشان يساعده في الانتخابات، فبتوافق. وبنعرف انها عملت كده عشان ما كانتش متاكده انها تكسب في الانتخابات دي وانها عاوزه تترشح في حاجه اكبر من كده. وبالليل بيسهر بابانا مع مهنا واصحابه، فبيسالهم لو اترشح هينتخبوه ولا لا، فبيشجع مهنا انه يكمل وبيطمنه انه هيخلي اهل القريه يدوا صوتهم لانه انسب واحد للمنصب. وبعد كام يوم بيحتفل بابانا واهل القريه مع مالين بالانتخابات، فبيشكرها انها ساعدته. بس في نفس الوقت باراشورام بيخطط انه يوقع بين بابانا ومهنا عشان يتخلص منهم مره واحده. وتاني يوم بيروح باراشورام لاهل القريه وبيحذرهم انهم لو ما بطلوش اللي بيعملوه هيندموا جامد، فبيفضلوا يتريقوا عليهم. لكن مانجي بتقلق من كلامه، ولما بتقابل مهنا بتعرف انها مش مرتاحه له، فبيطمنها انهم مش هيعملوا حاجه. بس بيقطعهم باراشورام بعربيته عشان عاوز يتكلم معاه شويه، فبيخلي الشرطي يروح مانجي بيتها. وبيروح مع مهنا النهر عشان ده المكان اللي بيحبه، وهناك بيعرفوا خطورة حفر النهر وانها هتأثر على حياتهم بعدين. فبيعرفوا مهنا انه علشان ما جربش الفقر ولا
حد من اهله بسبب ان مفيش علاج، فعاوزهم يبطلوا اللي بيعملوه. فبيتضايق من كلامه وبيبقى كل همه انهم يسمعوا كلامه، فبيحذروا تاني ان المره دي هيبقى في عقاب جامد. وبنروح عند بابانا اللي بيظبط في شكله جامد بمناسبه منصبه الجديد، وبيخرج يرحب باهل القريه، فبيدي فلوس للمحتاجين. وبعدها بيروح مركز الشرطه وبيطلب من الشرطي يعرف باراشرام انه عاوز يقابله. فلما بيبلغه انه موجود بيتجاهله وبيخليه يستنى لحد ما يخلص الشغل اللي معاه. فبيتضايق بابانا جدا لما بيعرف، بس بيفضل مستنيه، لكن بتعدي ساعات كتير وبرضه بيكون لسه ما قابلهوش. فبيطلب من مهنا ان يجيب له علبه حلويات، فبيسمع الكلام وبيروح. وقتها بيبلغه الشرطي انه عاوز يقابله، فبياخد الحلويات وبيدخل له يرحب بيه وبيتكلم معاه عن زيارته للقريه، وانه يسيبهم ياكلوا عيش في حالهم، خصوصا انهم ممكن يتضايقوا منه ويأذوه مثلا. فبيعرفوا انه معاه مسدس يقدر يضرب بيه اي حد ممكن يعمل له حاجه حتى لو كان مين. وهو ما بيكملش كلام وبيستأذن انه عنده اجتماع، فبيتحرق دم بابانا وبياخد الحلويات وبيمشي. وفي نفس الوقت عند ماليني بيطلب من رئيسها انها ترجع تدخل الانتخابات تاني، عشان في ناس كتير معترضه انها عينت حد تاني، فبتضطر انها توافق. وساعتها بابانا بيسلم على القريه وبيساعدهم بفلوس، لكن فجاه بتيجي مانجي وهي بتعيط، وده علشان لما كانت في المدرسه لقت مره واحده الجرس ضرب، فكل الطلبه مشيت بسرعه. فاتفاجئت لما لقت ان كومارا اللي عمل كده، لا وكمان بيحاول يقرب لها وبيطلب منها انها تتجوزه، فبتزعله وبتهدده انها هتعرف مهنا، فبيعضها من كتفها. ولما بيعرف مهنا بياخدها وبيروح لهم ينزل فيهم ضرب، وبيبقى فاضل شويه ويموت كومارا، بس بابانا بيمنعه عشان ما يوديش نفسه في داهيه، وبيطلب منه يتجوزها طالما بيخاف عليها كده. فبيوافقوا، وبعدها بكام يوم بيتجوزوا وبيعيشوا حياه كلها حب وهم مبسوطين انهم اخيرا بقوا مع بعض. وبنروح لبابانا اللي بتزوره ماليني، وبيتعرفوا انها هتدخل الانتخابات وهتترشح رئيسه لقريتهم، فعاوزاه يساعدها تكسب، فبيتصدم بس ما بيعرفش يقول لها ايه. وبالليل بيقعد مع المساعد بتاعه وهو متضايق انها كانت واخداه كوبري عشان توصل للي عاوزاه. فالمساعد بتاعه بيعرض عليه انه يستقل بنفسه ويقدم على الانتخابات هو كمان كانه شخص غريب، فبتعجبه الفكره جدا وبيحضنه من الفرحه. وتاني يوم بيغرق طفلين في النهر، فبيحاول مهنا ينقذهم بس بيكون فات الاوان. ولما بيجي باراشورام بيتضايق جدا وبيتخانق معاه لان حذره قبل كده اللي كان خايف منه حصل، وبيزعلهم كلهم لكنهم بيبقوا منهارين من العياط، وما بيبقاش مهنا عارف يقول له ايه. وفي نفس الوقت بتوصل مارينا وبتواسي ام الاطفال اللي ماتت وبتديها فلوس، فبيلاحظ بابانا ان اهل القريه هيحبوها وبيتضايق جدا. لا وكمان بتدي المهنا فلوس جنازتهم، فبعد ما بتمشي بيهلدها بابانا وبيحاول يواسيهم. وبالليل مانجي ومهنا بيبقوا موجوعين على موت الاطفال، فبتنهار مانجي من العياط وبتبقى عاوزه انهم يسيبوا القريه بدل ما يتاذوا اكتر من كده. فتاني يوم بيروح هو وكل رجاله القريه لباراشورام وبيسلموا له مفاتيح عربيات الشغل وبيعتذروا له على اللي عملوه. فبيقول له مهنا ان اللي خلاه يعمل كده هي ظروفه، وان من واجبه يشجعه انه يتغير للاحسن. وبالليل بيروح بابانا لاهل القريه وبيفضل يزعق انهم غادروا بيه وسلموا العربيات للشرطه. فبيخرجوا من بيوتهم وبيعرفوا انهم مش عاوزين يتأذوا اكتر من كده، فبيفكر انهم عرفوا انه قدم استقالته وهيدخل في الانتخابات لوحده. فلما شافوا فلوس ماليني قلبوا عليه، فبيعرفوا مهنا انهم ما كانوش يعرفوا انه قدم استقالته، بس الفكره انهم عرفوا غلطهم، فبيبقى محروق دمه وبيعرفوا انه هيجيب ناس تانية تطلع الرمل. فبيفهموا مهنا انهم هيمنعوهم برضه، فبيهددهم انه هينتقم منهم واحد واحد وبيمشي ويسيبهم. بس تاني يوم بيروح لمهنا وبيعتذر له على اللي عمله وبيفضل يضرب نفسه، فبيهديه وبيفهمه انه مسامحه وفاهم انه عمل كده من عصبيته، فبيطمن وبيطلب منه يخلي اهل القريه يسامحوه. اما عند باراشورام فبيقابل الرئيس بتاعه اللي بيستغرب ازاي اقنع اهل القريه كده، فبيفهموا ان كل ده بسبب الحادثه اللي حصلت. فبيبقى عاوز يحبس بابانا، بس بيفهموا ان اهل القريه بيحبوه وما ينفعش يعمل كده دلوقتي. وفي نفس الوقت بيعتذر بابانا لاهل القريه، فبيبقوا متعاطفين معاه وبيسامحوه، فبيطلب منه انهم يخلوا حد يترشح منهم مكانه. فبيعرفوا مهنا ان مفيش حد مناسب غيره، فبيوعدهم انه هيساعدهم على طول وبيفضلوا يشجعوه. اما ماليني وحماها فبيتكلموا مع الصحافه عن ترشيحها للانتخابات وانها انسب حد للمنصب. فبيتضايق بابانا بس بينصح المساعد بتاعه انه يعلن هو كمان انه هيترشح، فبيسمع كلامه وبيعمل كده وبيشجعه للقريه. فبيتضايق ماليني جدا وبتبدا الانتخابات وكل واحد فيهم بيكون ليه مشجعينه، فاهل القريه بيروحوا يحطوا اصواتهم وبيجي وقت اعلان النتيجه. فبتكون المفاجاه ان ماليني بيكون ليها اصوات كتيره وبتفوز هي، فبيتحرق دم بابانا وبيروح هناك يتخانق مع الشرطه، فبيضربوا باراشورام وبيطردوا. فبيتضايق اكتر وبيكتشف ان اهل القريه ضحكوا عليه وانتخبوا ماليني، فبيهددهم انه هيقتلهم كلهم. وبالليل بيروح يسهر عند كومارا وهو متضايق، وبيعرفوا ان لو عاوز مانجي فلازم يموت مهنا، فبيتفق معاه. وتاني يوم بكل برود بيروح احتفال ماليني وبيرحب بالناس لكنهم بيبقوا متجاهلينه جدا. وبتيجي وقت كلمه ماليني لاهل القريه، فبتشكرهم على وقفتهم معاها وبتوعدهم انها هتمنع الاهمال اللي كان بيحصل بسبب اللي قبلها. فبيتضايق بابانا وبيمشي، وبتبقى لسه هتكمل كلامها لكن بينفجر المكان كله وبيفرح ان خطته نجحت. وبيرجع مع كومارا اللي بيبقى خطف مانجي، فبيسيبها معاه. وبالليل بيخلي رجالته
بيقتلوا اهل القريه بابشع الطرق وبيساعدهم كمان. بس بيجي مهنا بيوقفهم عند حدهم، فبيتفاجئ بابانا لما بيشوفه وبيتصدم لما بيلاقيه بيقتل كل رجالته. وبعدها بينزل مهنا في ضرب، فبيهددوا انه لو قتله هيخلي كومارا يموت مانجي. فبيتفاجئ لما بيلاقيها لسه عايشه، وده لانها ضربت كومارا هو السايق العربيه وهربت. وبيعرفوا ان كان نفسه يموته بعد ما عرف ان هو اللي قتل الاطفال، وان المساعد بتاعه هو اللي قاله الحقيقه، وهي انه يوم ما كان بيتكلم معاه عن انتقامه من اهل القريه سمعوا الاطفال، ولما عرف كده غرقهم في الميه. فبيضربوا لحد اهل القريه ما يجوا وبيسلموه لهم، فبيكونوا عاوزين يقتلوه، بس بيزعلوهم لانهم كده هيودوا نفسهم في داهيه، وان الغلط كان عندهم من الاول لما صدقوه، عشان كده لازم يخلوه يموت بالبطيء. فبيعرفوا انهم هيسيبوه يعيش لوحده وهو مكروه من الكل لحد ما يموت، وبيسيبوه وبيمشوا، وبكده بيكون خسر كل حاجه. ولحد هنا بينتهي فيلمنا. سلام.